بسم الله تعالى نبدا. بسم الله المصير والى الله المنتهى والى الله المصير. اهلا وسهلا بكم طلاب الثانويه العامه في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن ماده الصراحه هي تعتبر واحده من اهم المواد في الثانويه العامه، ماده على كل الصفوف وعلى كل الشعب. النهارده احنا هنتكلم عن اللغه الانجليزيه. مبدئيا كده هي اللغه الانجليزيه للاسف بتعبر او بتسبب عقده لكثير من الطلبه. انا كان في ناس اصلا اصحابي كانوا بيسالوني من وانا في ثانوي من اولى وثانيه وثالثه ازاي بذاكر الماده دي. مبدئيا كده هو الانجليزي بيتقسم لكذا ركن. فانت عندك لو هتتكلم عن انجليزي فهتلاقي عندك الفوكاب او اللي هو الكلمات، وبعد كده الجرامر اللي هي القواعد، وما ننساش طبعا الريدنج اللي هي بتكون القطعه، وما ننساش الترانسليشن والباراجراف والنوفل او القصه، وكل واحده فيهم بيكون ليها اهميه. الكلمات بيبقى عندك في اول شيء طبعا بيبقى عندي الكلمات الرئيسيه، وكمان بيبقى عندي البريبوزيشن حروف الجر، وكمان بيبقى عندي التعبيرات والسينون والانتونيم وشويه حاجات. انا ازاي اول شيء احفظ كلمات؟ مبدئيا في ناس ممكن يبقى عندها صعوبه في الحفظ، ودي بتكون مشكله في البدايه، بس بعد كده بفضل الله بيبدا مع الوقت بيبدا عنده مهاره الحفظ دي تتطور. فازاي احفظ؟ انا لو مهاره الحفظ عندي مش افضل شيء يبقى ممكن احفظ 10 كلمات 10 كلمات، بكل بساطه انا الكلمه بهجراها مره واثنين لغايه ما خلاص ابدا احفظها. ويا ريت لو في كلمه النطق بتاعها ما عرفتش انطقه يبقى شوف قاموس او ناطق علشان تعرف تظبط النطق مع الكتابه، لان في الغالب معظم كتابتك بتعتمد على النطق. طب ممكن واحد هيسالني هيقول طب انا هستفاد ايه لما احفظ الكلمات بالورقه والقلم وهي كده كده امتحان يختار؟ هقول لك ما انت كده كده عندك سؤال الباراجراف وسؤال القصه اللي هم بيكونوا مقالي، فانت هتحتاج يبقى عندك حصيله لغويه كويسه. ما تنساش كمان ان انت لما تيجي تحفظهم ده بيثبتها في دماغك اكتر من انك تقراها. تمام، يبقى انا كده ممكن احفظ ورقه وقلم و10 كلمات 10 كلمات وهكذا. تمام، طب انا كده حفظت المره الاولى. انا طيب في كلمه انا مش عارف احفظها، ممكن احطها في جمله، فالجمله دي لما ابدا احطها ابدا افتكر الكلمه دي لو جت قدامي مره تاني. طب بعد كده خلاص انا الحمد لله حفظتهم للمره الاولى، ازاي ارجع عليهم للمره رقم 2؟ مبدئيا كده لازم تكون عارف ان الانجليزي هي عباره عن ماده حل اكتر ما تكون ماده شرح، فانت الحل بيثبت المعلومه في دماغك اكتر واكتر، فانت لازم تراجع على الكلمات بحل تدريبات كتيره من كتب متفرقه ومتنوعه. وعايزه كمان الفت نظرك لنقطه، وهي السينونيمز والانتونيمز اللي هم المترادفات والمتضادات. دول للاسف لما بيجوا امتحان ثانويه عامه، انا على سنتي انا في سنه 2024 كان جايب للاسف يعني السينونيمز كانت من تراكمي، ما كانتش موجوده عليه في ثانويه عامه. طب انت هتسالني دلوقتي خلاص انا مش هينفع ارجع احفظ بتاع اللي فات، اقول لك بكل بساطه حل اسئله تراكميه. لو احيانا بتلاقي في كتب في المراجعه النهائيه، او ممكن تنزل ملفات من على النت على فكره ومن جروبات تليجرام، تجيب اسئله سينونيمز وانتونيمز على السنين اللي فاتت وتحل كل شويه بحيث تبدا فاكر كل الكلمات. طب ده السينونيمز والانتونيمز عايز اوصيك وده انت ما توصاش عليها. البريبوزيشن والتعبيرات الاثنين دول لازم تهتم بيهم جدا، لان بيجي عليهم على كل حاجه سؤال. وانا مش هيجي لك الامتحان كله بالبوزيشن، هو بيجي منها نقطه واحده بس، ولا الحمد مش بتبقى صعبه، بس انت المفروض تكون عندك حصيله لغويه عشان لو احتجتها في الباراجراف اللي هنتكلم عليه في نهايه الفيديو. تمام، طب انت كده كلمتني عن حفظ الكلمات. طب بالنسبه للديفينيشن، الديفينيشن انت مش محتاج تحفظها، انت مش محتاج تحفظها يعني ورقه وقلم، انت ممكن تحفظها عن طريق ان انت تغطي على الكلمه الاساسيه وتقرا التعريف، وبعد كده تحاول انت تخمن الكلمه الاساسيه لان ده برضو بيجي عليه اسئله. طب كده الحمد لله دي الكلمات. لو هنبدا نتكلم على القواعد، للاسف في ناس فاكره ان الجرامر هو مجرد عباره عن حفظ، امسك ورقه وقلم واحفظ. طبعا عشان نكون متفقين مفيش شيء يخلو من الحفظ ومفيش شيء يخلو من الفهم. انا المفروض دوري في ثانويه عامه ان انا بوفق بين الاثنين، بحفظ وبفهم. انا دوري في ثانويه عامه ان انا بوفق ما بين الاثنين، انا المفروض بحفظ وبفهم. ازاي احقق المعادله دي؟ بكل بساطه بيكون لكل قاعده الاساس بتاعها او المضمون الاساسي. زي قاعده مثلا زي الماضي التام، هيقول لك مثلا انا ببدا بفعل بعد كده هاد وبعد كده التصريف الثالث، ده هو اساس القاعده اللي انا ببني عليه. بعد كده بتلاقي فيه تفاصيل زياده، زي مثلا لو انت بتذاكر من كتاب المعاصر فيبقى فيه كميه تفاصيل ملهاش نهايه، والقاعده اصلا بتكون كبيره لوحديها، وهو بيضيف لك اضافات كتيره وحالات شاذه والكلام ده. انت مطالب انك تعرف الكلام ده؟ ايوه، بس مش من اول مره، لان من اول مره ممكن يعجزك. امال انا هبدا ازاي بمذاكره الدرس؟ انا بكل بساطه هبدا اخد نقطه نقطه، يعني انا هاخد القاعده الاساسيه الاساس بتاعها. تمام، طب انا طيب لو في تعبير مش فاهمه، يعني زي ما قلت لك من شويه ان هي القاعده بيكون ليها ترتيب، يبدا يقول لك ان انا ببدا مثلا زي في المضارع التام لو هقول لك هاف او هاز زائد مثلا التصريف الثالث وهكذا. انت لو مش فاهم الكلام ده بكل بساطه كان في حاجات كتير جدا ما كنتش ببقى فاهمها، بس كنت بقرا الامثله، لان انت لما هتقرا الامثله دي هتثبت المعلومه في دماغك اكتر واكتر من انت تذاكرها من التركيب الثابت. فحاول انك دايما تحرص انك تحط امثله حتى من عندك بعد ما تقرا الامثله الموجوده في الكتاب عشان تثبت المعلومه في دماغك. طب انا خلاص الحمد لله خلصت القاعده الاساسيه وحليت عليهم. ابدا بص للحالات الشاذه واحفظها، دي اللي هتحتاج الحالات الشاذه بالذات دي بتحتاج انك
تحفظ، لان دي بتكون في الغالب معتمده على كلمه او حاجه شبه كده، وعايزك تحرص في الازمنه انك تكون حافظ الكلمات المفتاحيه، لان دي بتكون ليها دور مهم جدا في حل السؤال. وبعد كده لو هنتكلم ان في الاول وفي الاخر برضه هرجع اقول لك نفس النقطه، اللي انا المعلومه ما بتثبتش في دماغي من اول مره بذاكر الدرس. ممكن تذاكر الدرس وبعد كده تلاقي نفسك مش عارف تحل ولا سؤال. طب امال هحل ازاي المشكله دي؟ كثره الحل هتخلي المعلومه تثبت في دماغك. تمام. طب اسوأ جزء في امتحان ثانويه عامه لبعض الناس ازاي اقدر احل قطعه؟ فانا زي ما قلت لك ان انت القطعه تعتمد ان يكون عندك حصيله لغويه. الحصيله اللغويه دي هتكون من ايه؟ من الكلمات اللي انت بتحفظها على مدار السنه. طب هل طبيعي ان انا بلاقي كلمات مش عارفها؟ انت ممكن تلاقي القطعه كلها فيها كلمات مش عارفها. طب ازاي احلها؟ طيب انا بكل بساطه مش مطالب ان انا اعرف كل كلمه في القطعه، ولكن انا لما اجي ابدا احل قطعه هبدا اقرا الاسئله بتاعت القطعه قبل ما احل اصلا، او قبل ما اقرا القطعه هقرا الاسئله بتاعتها، وبعد كده هطلع فوق هقرا القطعه كلها بشكل عام. انا مش مطالب مني غير ان انا اكون عارف المفهوم العام او الفكره العامه للقطعه. وانت هتلاحظ وانت بتقرا ان انت في كلمات اتكررت من الاسئله في القطعه، فانت لما تلاقي سؤال اتكرر معاك في القطعه، السؤال انت قريته في القطعه، انزل حله تحت على طول. وبعد كده لو في كلمه انت ما عرفتهاش وجيت عليها سؤال محدد ممكن تخمنها من السياق. وبكده احنا نكون اتكلمنا عن القطعه. ولازم تحرص، نسيت اقول لك انك لازم تحرص انك تحل اصعب ليفل علشان لما يجي لك السهل تكون عارفه ان شاء الله. طب ده بالنسبه للقطعه. طب هتكلم على الترجمه، فالترجمه بكل بساطه هو عباره عن سؤال استخرج الاختلاف او استبعد. ما بيعتمدش بشكل اساسي على مهاره شديده، بس هو بيكون سؤال استبعاد في الاول وفي الاخر. بتفضل تمشي على الكلمات على الاربع جمل بشكل طولي وتشوف فين الاختلاف ما بين كل جمله والتانيه. احيانا في جمل بتعتمد بشكل اساسي انك تكون عارف حاجات مبنيه على الجرامر، وتشوف لو في مثلا جمله فيها خطا في الجرامر او كده، ودي بتكون قليله. ولكن في الغالب بيكون الحمد لله سؤال الترجمه بيكون سؤال سهل. لكن لو هنتكلم على الجزء اللي خلاني انقص في الامتحان درجتين ونص، عشان نسيت اقول لك انا درجتي في الانجليزي كانت 46 ونص، نقصت سؤال واحد بس في الاخضر وده كان تقريبا سؤال تراكمي، والدرجتين ونص التانيين نقصتهم في المقالي. دي بقى بس المقالي، لان المقالي عباره عن قصه وباراجراف، فالقصه للاسف انا ما كنتش مهتم بيها في ثانويه عامه، وكنت شايف ان هي شيء مش مهم ان انا اديله اهتمام، فما كنتش بذاكرها، وكان اخر ان انا بمسك اقرا الفصل وخلاص، ما دام انا فهمت الفصل وقريته يبقى انا كده 10 على 10 وهقفل القصه. وما كنتش بدي اهتمام للاسئله بتاعت الكريتيكال ثينكينج اللي كانت بتكون موجوده في نهايه كل درس لو انت بتذاكر من الكتاب المعاصر، وللاسف برضه ما كنتش بحل اسئله كتير بايديا. ودي تعتبر مشكله كارثيه، لان انت محتاج تتدرب على القصه بشكل كبير جدا، لانها بتاثر جدا في الامتحان، وزي ما انت عارف دي عليها درجات، واي حاجه عليها درجات مهم انك تكون عارفها. فاحرص انك تتدرب على اسئله كريتيكال ثينكينج كتير، ومفيش مانع لو رحت قريت الاسئله اللي بتكون في نهايه كل درس وبعد كده غطيت الاجابه وحليت انت بنفسك. واخيرا الباراجراف ده احيانا ممكن تيجي تحل سؤال او تحل باراجراف وتحس ان دماغك وقفت مش عارف تحل، وده اللي حصل معايا في امتحان ثانويه عامه. امتحان ثانويه عامه اول ما جيت اكتب الباراجراف لقيت ان انا مش عارف اكتب ولا كلمه، وخلاص والوقت بتاع اللجنه هيعدي، وانا محتاج اشد الحاجه اللي انا اكون لازم كاتب الباراجراف، فما كانش فيه الا الخطه البديله. الخطه البديله اللي انا المفروض هكتب الباراجراف ده كموضوع تعبير باللغه العربيه عادي خالص، اكتبه موضوع تعبير، لان انت طبعا انت كده كده بتتكلم عربي، فهيكون سهل بالنسبه لك ان انت تكتب الكلام ده بالعربي، وبعد كده ابدا ترجم الكلام ده ترجمه حرفيه. وده مش هيكون الباراجراف اللي انت هتكتبه، اللي انت ترجمته ترجمه حرفيه هتكتبه المره رقم 3، ولكن بعد ما هتكون عدلت فيه وظبطت فيه الحاجات اللي ما كانتش مظبوطه. ودايما الباراجراف برضو احرص ان انت تكتب كتير على مدار السنه، اقل حاجه انك تكتب كل اسبوع من باراجراف لاثنين، ومفيش مانع كل ما تزود، اما اقول لك ده اقل حاجه. وبس هو في الاول وفي الاخر كلها بتكون مساله توفيق من ربنا، بس يا رب تكونوا استفدتوا، اتمنى لكم التوفيق. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واي سؤال عندك اكتب لي في التعليقات. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.